السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. النهارده جاي ارد على الست فردوس عبد الحميد، اخت زكية، اللي لا مؤاخذة، اللي تاريخها كله هنشوفه برضو مع بعض. اول حاجة هتكلم فيها ان شاء الله القناة المهمشة. يا بنت الهمشري بيه، يا بنت بابا، انا اللي بقولك لو سمحتي يا ريت اشوف اللي موجود عندك، اللي انت بتقولي اطلعه واعمله واسويه. تمام، انا اتمنى والله اتمنى. يعني انت بصراحه كلامك بيخلينا مش واقف على رجليا، انا بطير بصراحه. لما تتكلمي على الشرف ولا على بنت ضافر بن بنتي، ده اولا. لا مؤاخذه. شوف انت كنت بتعملي ايه انت وصاحبتك لما غبت الشهور دي كلها، وكانت زكية بتجيلك هي والصندل جوز اختك، راجل المبادئ وراجل الاخلاق والدين والشرف، اللي ما عندوش رحمة لا قريب ولا غريب. لما كانوا بيجولك الحجز عشان يجيبوا لك الاكل لما ترحلتي على لا مؤاخذة، ورقم القضية انا ممكن انزله لك. وعلى فكرة الشخصية اللي كانت معايا دي يا جماعة، دي شخصية بتاعت واحد صاحبي وقريبي كمان، صاحبي وقريبي. وعلى فكرة كمان الحمد لله رب العالمين انا ما بجيبش اي حد كده من الشارع. احنا عملنا مسرحية كده عشان تشوف الكوميديا، اللي هي بتقولك انت بتبقى زي الاراجوز وهي بتضحك عليا، تضحك من الاعمال اللي انا عاملها. ما عشان انتوا بهلوانات، لا مؤاخذة، وشوية اراجوزات ما عندكوش لا دين ولا اخلاق ولا رحمة. لا مؤاخذة ما تتكلميش على ده انت لا مؤاخذة واقعة في المهلبية يا اخت زكية، يا معلم نخنوخ، وتقولي لي ان انا بتريق على راجل كبير. لا مؤاخذة، كبير، كبير المقام، كبير الاحترام، كبير الادب، مش كبير قلة الادب. ما نسيتي لما كنت غايبة المدة اللي انت قعدتيها بره، اللي كانت الفنانة صباح من هنا لهنا وزكية ويداروا على الموضوع ده؟ حتى يا جدعان الراجل الكبير اللي عنده فوق ال 80 سنة ما قالش فين ضنايه. تتكلميش على الاخلاق والدين، لا مؤاخذه يعني. مش هتيجي لا مؤاخذه، ونفسي اشوف اللي بنتي اللي انت ماسكاه عليها. اتمنى من الله، وزي ما انت قلت كده اتمنى، والله العظيم اتمنى من ربنا، وهدعي كده في كل وقت، وهبقى اصور لك وانا بصلي، وانا رايح الجامع وانا جاي من الجامع هصور لك، حاضر، زي ما انت بتصوروا. حتى لو لا مؤاخذه داخلين الحمام بتصوروا. انا بنتي ما بطلعهاش تبلبط قدام الدنيا كلها، وجسمها باين وكل حاجه باينه فيكو. تتكلميش انت يا بتاعت المهلبيه، واللي عندي كتير. بهاء، بفكركم بهاء بيضحك ازاي. حتى المعلم نخنوخ بهاء يضحك لفوق، والمعلم نخنوخ يضحك لتحت. بهاء كان فين؟ ومين اللي جابه؟ ومين اللي وداه عند بابا الراجل الكبير المسن اللي بيصلي على الكرسي؟ ربنا يزيد ايمانه، بس يطمن على اولاده يشوفوهم فين. ده انت قعدتي لا مؤاخذه شهور ما قالش انت فين ولا جيتي منين. تتكلميش على الاخلاق يا بتاعه المهلبيه، يا بتاعه المهلبيه. انت اخر واحده لا مؤاخذه تتكلم على الادب والشرف. انتوا لا مؤاخذه ناس اخر ناس تتكلم. شوفي لا مؤاخذه وانت بتعملي الرز وبتتكلمي في الفيديو، هي اللي مصدراها برضو، هي اللي مصدراها. ايه، شوف انت عامله ازاي، بتحس محسسين ان انت قاعده في صاله حديد مبينه البنش. يا عالم يا نكسه، بكم ما يبقاش ازاز وتجيبوا الناس بالطوب. ده تكفي، بس تكفي ان اختك فضحت اللي كان بتاكل معاها وبتشرب معاها، وعارفه وساخه صباح اللي كان بيروح الهرم
عشان الكازينوهات والكباريهات وكان يضرب زكية عشان ياخد منها الفلوس، وهي تضحك على المتابعين وتقول لهم لله يا محسنين لله، والتاني ياخد الفلوس هو واصدقائه. إيه المهندس والدكتور، ما هو صباح لا مؤاخذة يعني هيصاحب مين؟ الله حرامية شكله وشمال زيه، لا مؤاخذة يعني. راجل لا مؤاخذة بيتعدى على حقوق ربنا، مش حقوق اخوه ولا حقوق اقرب الناس ليه، لا مؤاخذة يعني مقضيها. الشيف اللي هرب من بتاعة المهلبية اخت زكية، تهربت ليه يا شيف؟ لما عرف لا مؤاخذة التاريخ بتاع زمان، وعندي بالأدل، حياة أبوك عندي بالأدل، وحياة الراجل المسن اللي لا مؤاخذة كبير وناقص، لا مؤاخذة يعني كبير وناقص، لما لا مؤاخذة يعني يحط إيده في واحد نجس زي صباح، يكذب مرة إن أنت اتطلقتوا، وعندي دلائل بالكلام ده لو عايزاني أطلعها لك وسكرينات يا حبيبي، مش أنت لوحدك. أنا أتمنى أشوف السكرينات بتاعتك عشان أقول أنت معلم صحيح. لما يحط في ايد واحد انجس من النجاسه، ما عندوش لا دين ولا عنده اخلاق ولا عرف ربنا، لما يقبل ان مراته ان بنته تكذب كذبه كده، ويقعد في وسط القعده ان هو بيتصالحوا بقى يا جماعه، ابو زكيه قاعد وبيكلم صباح بيقول له لازم تخلي بالك من زكيه، وبابا ربنا يخليه ليا يا بنات، يا راجل يا ناس يا كدابه يا ناقصين يا اولادات الادب، ده انتوا لا مؤاخذه لا مؤاخذه كلكم، ده انا اتخدعت في بهاء اللي قعد من اول يوم من الساعه 9 الصبح في العيد، والناس جابوا لك بهاء يا ابو بهاء. قلت لهم عادي، ما هو كان بيروح يذاكروا عند بعض يعني، بيروحوا جايين الدنيا مراجيح. ما هو صحيح بتاعت المهلبيه قعدت 6 شهور، واللي كان بيودي لها الاكل مين؟ الخمرجي بتاع النسوان، جوز زكيه وزكيه، وما كانوش قايلين لبابا. شفت يا بابا ان انت نايم لا مؤاخذه لا مؤاخذه، والبغله سفه كمان. يا سلام على الصلاه، يا سلام على الايمان اللي انتوا بتعملوه. ونفسك تشوفيني وانا بصلي حاضر، وانا رايح الجامع وانا جاي من الجامعه هخليهم يصوروني، الولد هيجيبوا معايا ابني يصورني وانا رايح وانا جاي، عشان تعرفوا ان انا بصلي يا معلم نخنوخ، يا بتاع المهلبيه، يا اكبر شبكه مهلبيه. لما كان لا مؤاخذه الشيف، لما كان الصندل يقول له روح اعمل لنا شاي اعمل لنا قهوه، لما شخ في بقك، فاكره لما كنت نايمه وحكيتي وقلتي ده شخ في بقي؟ والله العظيم واقسم بالله يا جماعه، واقسم بالله ان شخ في بقها وهي نايمه اخت زكيه، اللي هي انا اتمنى اشوف اللي انت السيديهات اللي عندك يا استاذ مرتضى منصور، نفسي، عشان انت تاريخك معايا ورقم قضيتك معايا، وهخلي اللي يشتري يتفرج عليك انت كده بقى اللي هتجيبهم في الارض ان شاء الله. ولا مؤاخذه احنا ما قلناش حد، لا مؤاخذه الست المحترمه اللي دخلت وكلمت لا مؤاخذه الست نايبه اختك الفضاحه، اللي ان شاء الله هتلاقيه في صحتها وفي اقرب الناس ليها، اللي ما سطرتش، قالت اما نرحم شويه يعني ايه خوف من زكيه. وانا اتمنى والله العظيم ده في مصلحتي وعلى قنواتكم، ومش انت بس يعني، انت مش بعيده عنهم، ده انت نوست وانستينا معاهم، وهنشوف تهريج وهنشوف دنيا. لكن اتمنى اشوف اللي انت بتقوليه، لو انت ذكر يا معلم ذكر، هي ما بتصدرهاش. شوف انت بتصدري لا مؤاخذه فوق وتحت، يا لا مؤاخذه يعني، ده انت ممسوكه في اكبر شبكه مهلبيه، شبكه المراجيح، الاصدارات والتصدير. تقول لك انت موظفه فين يا بنتي؟ فين يا على الدرجه الثالثه؟ يا ايه دي الحلاوه دي؟ وابو جو العريس الاولاني لما رجع لك ومراته جات له، فاكرين فيلم بتاع الهام هانم يا جماعه، بتاع عبد السميع البواب بقى بيه، لما محمود رضا كان متجوز صفيه العمري،
ومراته جت في نص الليل وقالت له هات الذهب وهات 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 وهات. نفس اللي حصل بالظبط مع صفية العمري، حصل نفس النظام مع أخت زكية اللي بتتكلم على الأخلاق، اللي بتتكلم على بنت. أنا أتمنى أشوفك يا بتاعة المهلبية ولا بنت أختك. احترموا نفسكم يا عالم يا أولاد الأدب. لما تيجي تتكلمي يا ست صفية العمري، لما كنت بتتخانق، لما هرب منك العريس الأخير اللي انت بتقولي أبوه، وكنا عاملين مسرحية بس عشان أعرف إن أنا لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة، أنا عندي لا مؤاخذة حاجات كتير. وزي ما جيتوا قلتوا لما جيت قلت لكم اليوم السابع، وطلع المقشف بتاع النسوان النجس بتاع الخمور وبتاع الكازونات بتاع سب الدين، اللي قاعد حتى بيتريق على زكية النهارده بيقول لها انا هخطب. طب ما احنا عارفين ان انت لا مؤاخذه لا مؤاخذه من اهل الشمال بتاع نسوان، الناس عرفت كلها. ده ربنا عرف اسرائيل نفسها. يعني انتم لا مؤاخذه يعني الوساخه والنجاسه فيكم، ما تتكلموش على القيم والاخلاق يا ابن معلم نخنوخ. المعلم الصندل بتاع الخمور اللي طالع حتى ما فيش احترام حتى ده لزكية. شوف هي بتقول له تاني، ما هو عارف، ما احنا عارفين ان انت انجس منك مش هنلاقي، وانجس منكم مش هنلاقي. انت اكبر نجس في النسوان. زكية في الكذب والحوارات وفي اي شقلباز. اي حد لله يا محسنين لله. المعلم نخنوخ اللي بيتكلم على القيم والاخلاق، بلاش انت، خلي اخلاقك لوحدها يا بتاع المهلبية يا بتاع الكرنب. ولا مؤاخذة انا اللي بقول لك نفسي اشوف، مش متابعينك. متابعين مين يا عالم يا شمال؟ متابعين مين اللي يتابعوكوا يا عالم يا اوحش منكم مش هنلاقي. ان شاء الله ربنا ينتقم منكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وتقولي لي بتريق على شحبندر الدكار، مش انتوا بتقولوا مسمينه برضو شمخر ولا الاسم اللي انتوا بتقولوه ده؟ البهلون ده البهلوان ده. شوفي بطنك بجسمك كده عامل اخو زكية زكريا لما كان بيطلع يقدم في ابراهيم نصر بيقدم في المطعم، كان يجيب برضو شوية دواليب زيه كده ويعملوا نمط واحد. انتوا نفس النظام. البهلوان ده يبقى لا مؤاخذة اللي قاعد المسن يا قليلة الدين وقليلة التربية وقليلة الاحترام. وانا اللي بقولك عايز اشوف لو لا مؤاخذة لو انت بتلبسي لا مؤاخذة كلثوم لا مؤاخذة وريني وعرفيني، عرفيني عشان برضو ان شاء الله انا عندي كتير واخبار عن المهلبية وبهاء. يحيى ابوها وشنبه. احلى حاجة خلي بابا ياكل الكوارع وياكل الفشة والطحال عشان شنبه يخضر من جديد. الراجل المسن اللي واخد باله مش مهم، اهم حاجة ناكل الكوارع. راحت فين ما راحتش فين انا مالي، ما انا في حالي، ما انا نايم فوق. لكن الدور التحتاني شوفي بتعملي احسن مهلبية فيها يا اخت زكية، يا اللي بتتكلموا على الادب والاحترام. انتوا ليكوا نفس تاني تطلعوا؟ ده انتوا لا مؤاخذة وما تبقيش تصدري لا ظهر ولا صدر عندك عشان لا مؤاخذة كده قلة ادب وقلة قيمة. بص على الفيديو بتاعها يا جماعة عشان ما حدش يقول لي انت بتقول ايه، عشان ما حدش يقول لي انت بتألف. يا بتاعت المهلبية. هو الكمساري اللي كان معاك الاخير ده راح في هرب لما عرف كل حاجة عن الكزبرة اللي كنت بتعمليه وعن النظام اللي انت بتعمليه. ونسأل أبيه ونسأل طنط. مش انت قلت كده؟ بلاش تتكلمي انت على الشرف، بلاش انتوا تتكلموا على الشرف. يا أنجز شخصيات شافها الدنيا كلها يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وما تقلقيش
انت اللي دخلتك نفسك عشان تظهري. والحمد لله لما انا جيت قلت اليوم السابع قلت لا ده بيرمي بالتهم. لما الصندل قعد وقعد يقول للست شفتي يا ست، شفتي بيتكلم على المعلم نخنوخ. ده حقيقة والله العظيم يا جماعة، حقيقة واقسم بالله العظيم حقيقة. ودلائل تاني انا نفسي اشوف اللي عندك، اشوف اللي عندك، اشوف اللي عندك. يعني انا برضو طالع عشان اقول لك ايه، دي لا مؤاخذة خلي بالك من الرز اللي انت بتعمليه عشان ما يشيتش منك، وما تصدريش البنج كده ولا الظهر كده. انت ظبطت الزوايا. مراتي بتقعد تضحك علي، لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا ست يا شمال. ما تذكريش اسم مراتي حتى لو ضحكت. يا شمال الشمال الشمال الشمال، تتكلميش على الكلام ده. لا مؤاخذة لا مؤاخذة، ده لا مؤاخذة الكاكا بتاعتها بمليون واحدة زيكم. انتوا لا مؤاخذة معروفين ومشهورين، وبإذن الله بإذن الله لغاية يوم ما مات لا اقعد اشهر فيكم لغاية دي يوم الدين. زي ما اختها طلعت وقالت، اخت الصندل النجس اللي الراجل المسن حاطط ايده في ايده. يا عالم يا انتن منكم مش هنلاقي، ينتقم منكم ربنا والشمال اللي معاكم. لا مؤاخذة ما تقوليش بنتي، شوفي بنت اختك. لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة، وهي بتوريهم النهارده النسكافيه. لا مؤاخذة، بسم الله ما شاء الله بقت عروسي. بس ما تخليهاش تاخد تاني عشان ما تاخدش برد. انا ما صدقني ان البت التانية خافت. مش كده؟ مش هي كانت تعبانة برضو؟ يا كدابين يا نصابين يا محتالين يا ناس يا اكبر منكم مش هنلاقي في القذارة والوساخة وكل حاجة وحشة. ينتقم منكم ربنا بإذن الله. وانا معاكي على الخط ومع اي حد على الخط. لا مؤاخذة لا مؤاخذة، عشان ذكية طالعة في دور ان هي ده بالدادي صباح. ايه احنا بنعمل بامي وبنعمل مش عارف ايه والصندل يقول لها ايه ماله هنعملها تاني وتالت. ما هو لا مؤاخذة انت، لا مؤاخذة لا مؤاخذة تعرفش حاجة اسمها ربنا، استغفر الله العظيم. ما هو النجس اللي زيك خلاص ربنا عمى نظرك وعمى كل حاجة فيكم. طول عمركم تحبوا الشمال وتمشي الشمال. وعلى فكرة فيديوهاتك موجودة عندي وفيديوهات الست المعلم نخنوخ، فيديوهاتكم كلها موجودة. والحاج حمدي عامل ايه يا ست زكية؟ على الله يا رب. الحاج عندي دي يا جماعي، الحاج عمدي عبد الرسول دي الراجل ده امير قوي. كانت زكية دايما تحب تروح تقعد هناك. وحتى لما الصندل قال لها انت بتعملي ايه يا زكية، قالت له روح وانا جايه وراك. بلاش انتوا بلاش انتوا بلاش انتوا، ما يبقاش بكوا لا مؤاخذة كله ازاز. ونفسي لو انت راجل من الراجل المسن اللي انت بتقولي عليه ده، لو مؤاخذة لو لابسه كلثوم يا ريت توريني كده، عشان ان شاء الله باذن الله ان انا بحترم برضو. يعني يا بخت اللي يستر في الدنيا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامه. وانا معاكم والزمن طويل معاكم كلكم. وطالما ان انت يعني يا متابعين يعني عايز اتكلم معاكم وما اتكلمش معاكم وابني ومش ابني والحلاق ومش الحلاق، ده انا هعمل لك فيديو نص ساعه على فكره عشان تسمعيه. بس انا مش مهم ان حد مش اي حد، مش مهم اللي يسمعه، المهم ان انتوا تسمعوه. ماشي؟ لما تتكلمي على الدين والاخلاق يا سندس يا سلطانيه يا سلطانيه هانم، لا مؤاخذه لا مؤاخذه تتكلميش على الشرف. انت اخر واحده لا مؤاخذه لا مؤاخذه. انتوا اخر ناس لا مؤاخذه لا مؤاخذه، اخر ناس تتكلموا على الشرف والدين والكلام ده. تديروا جتة بابا المسن اللي انت كنت ماسكاها في ايدك دي ولا ايه؟ ونفسنا نشوف الادله بتاعتك دي. قناه مهمشه يا بنت المهمش، يا اخت المهمشه، يا مرات اخت المهمش. ابو جون فاكرين لما هرب منك ومراته قالت له طلقي لما اتجوزك تاني؟ الاولاني فاكري عشان ايه؟ عشان كنت بتغريه بكتفك العرض عرضين.
موظفة ايه يا موظفة؟ موظفة كان سابقا، وانا اللي هظهر لك النتيجة بتاعتك دي كانت سابقة ولا لسه مستمرة في العمل او قائمة بالعمل. ايه؟ وانا وراكي باذن الله، وهشوف ردك. انا مستني ردك ونفسي اشوف ردك. اتمنى 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 عشان كل الناس تعرف المهلبية بجد مش بتهريج. واللي طلع معايا ده يا جماعة ده واحد صاحبي وقريبي، وكنا قاعدين نهرج كده بس على شوية فيديو، قلنا نهزر مع بعضينا. لا مؤاخذة لا مؤاخذة يعني، لا مؤاخذة لا مؤاخذة. دخلت عليك يا معلم نخنوخ، انت وزكي والصندل قليل الادب النجس بتاع البارات، ولا رحت البارات يا ابني، يا ابني نفوسي. انا معاكو ان شاء الله، ان شاء الله نصر ربنا لقريب، وان شاء الله زي ما شفت عدل ربنا في الاول وفي التاني وفي التالت وفي الرابع، وباذن الله هنشوفه، ومستمرين مع ربنا بامر الله بامر الله بامر الله. انا ما بقولش الا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. عالم فعلا فعلا اللي اختشوا ماتوا، اللي اختشوا ماتوا، لكن انتوا هتجيبوا الخشة منين؟ يعني حاجة لا مؤاخذة. وإن شاء الله أنا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.